هيدي أغرب قلعة بكل لبنان. هالقلعة المميزة مخبية وراها درب ببلش من البترون وبيوصلكم فورا لتشوفوا القلعة من فوق. بس توصلوا رح تلاقوا يافطة درب المسيلحة ومن هون ببلش المشوار. الدرب كتير حلو ومرتب، عرضه قريب المتر، والمشوار كله مع الوقفات والتصوير بياخد تقريبا ساعتين راحة ورجعة. بعد حوالي ربع ساعة بتقطعوا أول جسر بين الشجر والطبيعة، وبعد شي 10 دقايق بتوصلوا لمطرح الدرج، نقطة كتير حلوة للتصوير قبل النزول. هلا الدرج حجري طويل وعرضه صغير فبده شوية انتباه، بس ما في خطورة أبدا. بعد النزول حيكون في جسر معلق بياخدكن على الجبل التاني، ومن هون بتبلش معاودة الصعود للقمة. الطلوع بياخد شي 5 دقايق زيادة، منظره ببين متعب بس بالحقيقة التعب خفيف ومقبول. من هون بيصير صخر الجبل على يمينك، وعلى الشمال بينفتح السهل كامل قدامك مع القلعة بالنص. وكل ما تمشوا أكثر بتشوفوا القلعة من فوق من كذا زاوية. والقلعة ميزتها إنها مبنية على صخرة وموقعها كتير استراتيجي، كانت حصن تاريخي لحماية الطريق بين طرابلس وبيروت، وانطبعت سابقا على عملة الليرة اللبنانية، فهالشي بيخليها مش بس منظر حلو، لا هي كمان قطعة من تاريخ لبنان. وبآخر الدرب بتوصلوا للسكة، وهون عندكم خيارين: يا اما بتكفوا على الجهة التانية وبتكمل الرحلة على نهر الجوز وبقية الضياع، او بتلفوا وبتاخدوا نفس الطريق للرجعة. رحلة كتير رائعة بتجمع بين التاريخ والمشي بالطبيعة، وبنصحكم تجربوها.